مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. النهارده هيبقى الفيديو بتاعنا قصير جدا جدا جدا، عشان النبات اللي معانا النهارده نبات ما فيهوش تريكات كتير وما فيهوش أي حاجة تقريبا. ممكن نقول إن هو فعلا أسهل نبات ممكن تدخله بيتك. النهارده هنتكلم عن جرين سالومي. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان نباتاتنا او معلوماتنا توصل لكل حتة في العالم. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معانا. الجرين سالومي من نباتات القمر، ورقته بتبقى بالمنظر دوت. له ورقة مميزة جدا جدا، الخضار بتاعها مميز زي ما انتم شايفين كده. الحمد لله وفرناها في مشتل الصوبة بحجم فيه منتهى الروعة. على فكرة النبات دوت بيكبر جدا جدا جدا، يعني نقدر نقول ان هو اجدع من القشطة 30 مرة. عارفين طبعا المونستيرا ديليسيوسا اجدع منها 30 مرة. فاولا المونستيرا ديليسيوسا بتحب الاضاءة العالية قوي، ده ممكن تحطه في اي حتة. الناس اللي بتحب النباتات الضخمة، النبات دوت بيكبر كل ما تكبر له البوت بتاعه. يعني احنا النبات دوت حطيناه في شالية 30، كل ما تكبر له البوت بتاعه كل ما يكبر ويبقى قمر. وطبعا لو عايز تحكمه في حجم معين، بتضيق عليه البوت، مش هيكبر بس هيفضل بالمنظر الجميل دوت. نبات الجرين سالومي من النباتات السهله جدا جدا جدا، متسامح خالص مع اي اضاءه ممكن تحطها فيه. يعني لو عندك اضاءه منخفضه خالص هتشتغل معاك. طبعا هو نبات داخلي، لو ما عندك اضاءه منخفضه خالص يشتغل عندك، لو عندك اضاءه متوسطه يشتغل عندك، لو عندك اضاءه مرتفعه يشتغل عندك. يعني معنى كلامي ان هو نبات متسامح مع اي اضاءه ممكن تحطه فيه. النبات ده بيقولوا عليه نصف مائي. يعني ايه؟ يعني من النباتات اللي بتحب الميه. حبايبنا اللي هم مش قادرين يمسكوا ايديهم في الميه او ما بيعرفوش امتى يروا لما التربه تجف، النبات ده هيبقى قمر عندكم في البيت. هو مش بيحب بص، لو انتوا عطشتوه مش هيزعل، بس هو لو انتوا حطيتوا له ميه زياده عن اللزوم برضه مش هيزعل. هو نبات قوي جدا، مقاوم للاعفان بشكل غير طبيعي. يعني لو التربه فضلت مبلوله مده طويله، النبات بيفضل يجدد نفسه وبيفضل يدي في جذور، وهيفضل معاك قمر ومش هيدي اعراض الذبول او اعراض اصفرار الاوراق او الكلام ده كله الاخر. ومش معنى كلامي دوت ان احنا نفضل نديله في ميه، لا ما ينفعش. برضو لو احنا زودنا لو زودنا الميه زياده عن اللزوم او الاعفان زياده عن اللزوم، برضو هيتعرض لخطر. علشان كده يفضل طبعا ان انت ما تروهوش الا لما التربه تنشف تمام. على فكره برضو من النباتات اللي الساق بتاعتها فيها ميه، يعني الساق دوت فيه ميه، فيه مواسير خراطيم ميه ضخمه، فبالتالي ان هو لو عطش شويه مش هيحصل حاجه. النبات دوت لون الاخضر بتاعه اخضر غامق، وده بيقول ان هو بيحب التسميد. زي يعني ايه؟ بنسمده كل 10 ايام ان بي كي متوازن رش ورقي من نوع نضيف كويس، وال10 ايام اللي بعد منهم بنسمده بعناصر صغرى. احنا نتفق ان اي نبات لونه الاخضر بتاعه غامق بالشكل دوت هو بيعشق الحديد جدا جدا جدا، والحديد دوت ماده من العناصر الصغرى. مش لازم تجيب حديد منفصل، ممكن حضرتك تجيب العناصر الصغرى دي كلها بتبقى مخلوطه مع بعض. بتروح لاي مشتل بتقول له انا عايز عناصر صغرى، بيديلك بودر مخلوطه كلها مع بعض ال10 عناصر الصغرى كويس، وحضرتك بترشها على اوراق النبات زي ما احنا قلنا كده على 10 ايام بالتبادل، عناصر كبرى مع عناصر صغرى اللي هي الام بي كي مع العناصر الصغرى. زي ما وعدتكم ان الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى قصير وما عندناش اي تريكات، ما فيهوش نبات، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي اختراعات. نبات تهمله هيبقى قمر معاك.
متوفر الحمد لله رب العالمين في مشتل الصوبه باحجام هايله بالمنظر دوت. النباتات مجاوز زي ما انتم شايفين كده، بصوا المنظر اهو، مجوز اهو كويس. نبات حمول قوي، نبات قوي جدا، متطلباته سهله وبسيطه خالص. لغايه هنا اكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، واي سؤال اكتبه لنا في الكومنتات واحنا ان شاء الله رب العالمين هنجاوب عليه، ونشير الفيديو على قد ما نقدر علشان معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.